يمكن انهم يسجلوا اهداف. فكنظن يعني بالنسبه لي انا ما كنكون الا راضي على اللاعبين المجهود اللي قدموا اليوم باش تاخذ نقطه من فريق الرجاء البيضاوي. راه ماشي شي حاجه سهله. فريق كبير لا بالجمهور ديالو يعني دائما كيحطك تحت الضغط. الحمد لله صارت الامور كما بغينا. حاولنا هاد جوج ماتشات الاخرين اننا خرجنا من داك اللودود ديال لي موفي ريزلت اللي طحنا فيه ديال 5 ماتش متابعين. فالحمد لله يمكن هاد النقطه هذه بالنسبه لي من فريق الرجاء البيضاوي غتعطينا واحد الحافز قوي بالنسبه لي. يعني نتمنى اللاعبين انهم يقوموا بنفس المجهود في المباريات القادمه وتوفيق الفريق الرجاء البيضاوي في المباريات القادمه. واضح سي شعيب، شكرا. سؤال كوتش، كانت عندكم واحد السلسله ديال النتائج غير ايجابيه. اليوم حاولتوا انكم تلعبوا ضد الرجاء، كانت عندكم بزاف ديال المحاولات، كنتوا بريفيكاس في الماتش وضربتوا بونطو. السؤال ديالي هو واش حاولتوا تستغلوا هذه الفتره ديال تلعبوا مع الرجاء امام الجماهير ديالو واخا نتوما اللي مستقبلين بانكم تحفزوا اللاعبين واستغلوا هذه الفرصه باش تعاودوا ترجعوا في السكه الصحيحه ديالكم؟ السؤال الثاني، انت كنعرفوا ككوتش كتبغي تلعب كره مفتوحه، ولكن التيران اليوم شفنا ما فازكش، واش نتوما تختاروا في الجانب؟ شوف السؤال الثاني بالنسبه لي التيران ما كندخلش فيها انايا، حيت انا ما ملزومش عليا انني نهضر على التيران. يمكن حتى انا كنبغي التيران انه يكون فيه ما تنقولوا فيه الماء شويه باش الكره كتمشي اسرع. بالنسبه لي انا ما كنقدرش ندخل في هادشي. يمكن مباراه غدا يمكن حتى شفنا حتى العشب طالع شويه اثر على بعض اللاعبين اللي تصابوا، ولكن كما قلت لك يمكن هذا كيعيق شويه فريق الرجاء البيضاوي واللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي مولفين ان العشب كيكون نازل شويه، ولكن كان العشب علينا وعليهم اليوم. بالنسبه صحيح كما قلتي حنا مشينا في واحد السلسله ديال الهزائم، وكما شاف الجميع فكنظن كاينين بعض الهزائم اللي ما نستحقوهاش. عندنا مشكل في النجاعه الهجوميه، يمكن بعض المباريات كان بامكان اننا ديالنا نكونوا حنا فايزين فيهم، ولكن عندنا مشكل ديال النجاعه الهجوميه كنشتغلوا عليه كثير. يمكن اللاعبين اللي موجودين ما عندهمش ليكسبيريونس كبيره او ما كانوش كيلعبوا وقت كثير مع الفرق ديالهم. كنحاولوا نشتغلوا بزاف ولكن مازال عندنا هذا المشكل هذا. فكنظن كما قلت لك يعني لا نقطه مع المحمديه عطاتنا واحد المعنويات شويه مرتفعه اننا خرجنا من ديك السلسله ديال الهزائم. نقطه كما قلت لك من فريق كبير كفريق الرجاء البيضاوي، فالا ما نكون راضي على اللاعبين، وان شاء الله عندنا التوقف نحاول ان شاء الله ان نرجعوا للسكه ديال الانتصارات. صافي ناخذ سؤال واحد اللي ما شوف مثلا غادي ناخذوا واحد حتى الاخ ما سولش. تفضل اسيدي. سي شعيب، سمح لكم على امام فريق الرجاء البيضاوي. امام اللقاء المغربي الفاسي كنت قدمتي استقاله شفويه في اثناء الندوه الصحفيه. شنو الاسباب اللي خلاتك قلتي اننا غنمشيو اللاعبين راه ما فاهمينش معايا ما يمكنش نخدم في الظروف؟ شنو الاسباب اللي خلاتك ترجع؟ ثانيا بعد السلسله ديال الهزائم خمسه هزائم متتاليه، تعادل امام شباب محمديه واليوم تعادل امام الرجاء، واش هذا كيعني ان الصفاقه السوالم اما انها صحوه تقدر تضاف في الجوله القادمه؟ غادي يجاوب على الشطر الثاني ديال السؤال. السطر الاول خارج السطر الاول سالينا منه. يلا سير الشطر الثاني. يلا سير بشعيب. بالنسبه كما قلتي ما واش هاد النتيجه ديال اليوم واش غنكونوا حنا زعما تعطينا دافع قوي اننا باش نحققوا نتيجه ايجابيه، ولا غنرجعوا السلسله ديال الهزائم مره اخرى؟ عندهم غير الحافز يلعبوا مقابله كبيره. لا شوف سي فري كتكون واحد شويه ملي كتلعب ضد الفرق الكبيره بحال الرجاء بحال الوداد بحال الجيش كما قلت لك بحال بركان اللي عندهم دي زيليمون اللي جابوا دي زيليمون اللي مزيانين. فضروري هاد الفرق هذه هي اللي كتنافس في السنوات الاخيره على البطوله كذلك على عصبه الابطال على كاس الكاف. فضروري اللاعبين كيكون عندهم واحد الحافز اكثر باش يبرزوا يعني يبينوا الوجه الحقيقي ديالهم، خصوصا مع ملي كتحضر الجماهير. غير نقطه واحده، شوف حنا ما عندناش مشكل يكون الجمهور، حنا اصلا ما كيكونش عندنا الجمهور كنعانيو. حنا ما نكرهوش حنايا كاع الفرق اللي لعبوا في التيران ديالهم كيكون الجمهور خاصه داك المنتوج الكروي اللي غادي يتسوقوا لبرا يكون في المستوى الكبير. يعني ما عندناش حنا بليبار ديال لي جور اللي عندي يعني
اللي عندنا لعبوا في بريمير ديفيزيون ولعبوا في راقي في دوزيام ديفيزيون ما عندهمش اشكال ديال الجمهور. صحيح كما قلت لك، كما قلت يعني كان دافع قوي اننا باش نحققوا ديك النتيجه ايجابيه ان شاء الله. كما قلت يعني نقطه مهمه بالنسبه لنا، تعطينا دافع قوي اننا نرجعوا لسكه الانتصارات ان شاء الله في المباريات القادمه. وكنعاود نقولها راه كاينين بعض المباريات اذا رجعتي للشريط ديال المباريات اللي انهزمنا فيها، وراه ما كاين بعض المباريات راه ما نستحقوش نهزموا فيها، ولكن كره القدم هي هذه يعني درنا اخطاء كثيره بزاف، عطينا لي كادو بزاف في بعض المباريات، ضيعنا فرص من بعد منا كان اونكيسيو يعني كما قلت لك يعني ان شاء الله نقطه اليوم تعطي اللاعبين دافع معنوي قوي في المباريات القادمه. سي بشار كنشكرك نكتفي بهذا القدر. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.